كيكة شوكولاتة وصوص شوكولاتة من غير بيض ولا لبن ولا حتى شوكولاتة. لو عايزين بقى تاكلوا حاجة حلوة سهلة وبسيطة ومتاخدش معاكوا وقت ولا مقادير كتير، يبقى لازم تجربوا الطريقة دي. اول حاجة انا معايا نص كوباية من المية، عليها نص كوباية من السكر، ادوب السكر الاول، بعد كده اضيف ربع كوباية زيت، معلقة صغيرة من الفانيليا، كوباية من الدقيق، كيس بيكنج باودر، انخل بقى الدقيق والبيكنج باودر، بعد كده هضيف معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ننخل برضو الكاكاو، نقلب بقى كل ده مع بعض. بكون مشغله الفرن على درجة حرارة 180. بعد كده اجيب نص كوباية من المية المغلية او فنجال يعني، هضيف عليه معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، هقلب بقى، اضيفهم على الكيك وهو ده اللي هيخلي الكيك هش جدا. هقلب الخليط كله مع بعض وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الخل، صينية بقى مدهونة زيت وادخلهم فرن سخن على درجة حرارة 180. اخبطها كده تخبطتين، اطلع منها الهواء. بعد كده معايا نص كوباية من اللبن، نص كوباية زيت، نص كوباية من السكر، ونص كوباية لبن بودرة، نص معلقة صغيرة من القهوة، فانيليا، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، نضربهم مع بعض في الخلاط. كده بقى معايا صوص شوكولاتة. بعد الكيكة ما تستوي بقى انزل عليها بصوص الشوكولاتة الخطير ده. تقدروا بقى تزينوها بأي حاجة انتوا تحبوها. لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، جربوها قولولي ايه رأيكم فيها، متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. نعمل بقى خطوط كده، اسرع واسهل كيك ممكن تجربوه. انا حطيتها بقى في التلاجة شوية